بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نلتقي معكم في هذه الحلقة من برنامج ملتقى المحبين، وهذا هو موسم جديد نلتقي به معكم إن شاء الله تعالى. موضوع الحلقة النهاردة نتحدث فيها عن تفسير الأحلام أو بعض المنامات والرؤيات. جاء في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث به. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أرى في المنام أن رأسي قد قطع أو قطعت رأسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا، لا تحدث بتلاعب الشيطان بك. يا هذا، لا تحدث بتلاعب الشيطان بك. والرؤيا تختلف عن الحلم، فالحلم من الشيطان، وهو ما يسبب من الإزعاج والخوف والارتباك والقلق والأشياء التي ليس لها بداية أو نهاية. أما الرؤيا فتكون من الرحمن، الحلم يكون من الشيطان، والرؤيا تكون من الرحمن، لأن الرؤيا تأتي محققة وتأتي بها أدلة وتأتي بها رموز تختلف عن الحلم. فقد يرى الإنسان في الرؤيا أو لرؤيته بداية، ويرى لها نهاية، ويرى لها رموز، وأنه ترشده على أمر ما، أو يرى رمز أو شيء في الرؤيا يدله على حدث سيحدث، سواء كان هذا الحدث حدث مفرح أو غير مفرح. فالرؤيا تأتي مع الصالح وتأتي مع العاصي. تأتي الرؤيا مع الكافر وتأتي الرؤيا مع المسلم وتكون صادقة. فلو تكلمنا مثلا عن رؤية الأسماك في النوم، وده رمز من الرموز برضو اللي احنا بنتكلم عليها. السمك في النوم ماذا يعني؟ أو لبس الثوب الطويل الفضفاض، سواء كان أبيض أو به ألوان، أيضا يرمز لشيء معين. الطعام والأكل في النوم أيضا يرمز إلى شيء معين، وهكذا. ربما يرى في النوم الإنسان أشخاص يكرهها أو أشخاص يحبها، كل ذلك يرمز إلى أشياء. يرى أحد من الأموات يبلغه رسالة أو يعطيه شيء أو يأخذ منه شيء. كل هذه الأمور أدلة ورموز على أحداث قد تحدث للإنسان في اليقظة، منها الخير ومنها السيء. فلو كان إنسان أو حد شاف رؤيا أنه مثلا
يصطاد أسماك أو يأكل، فالسمك يعبر في الرؤيا عن الرزق الطيب الحلال. إذا كان إنسان يصطاد أسماك سواء من نهر أو من ترعة أو ما شابه ذلك، فهذه الرؤيا يعني تنبئ صاحبها أنه سيحدث. هذه الرؤيا تخبر صاحبها أنه سيأتيه خير أو سيأتيه رزق من عمل أو من تجارة أو من أي شيء. وإن كان السمك أو الأسماك التي يراها في النوم مطهية والطعام جاهز على الأكل، فأيضا تبشر بأنه سيأتيه رزق طيب، يأتيه رزق طيب بدون تعب أو كد. إذن الأسماك تخبر صاحبها في النوم أنه يساق إليه رزق من الأموال، وبالذات المال وبالذات الفلوس. هذه الأسماك تسبب رزق. من الرؤيات التي تراها أنها في الرزق أيضا أن يرى الإنسان يخوض في ماء طيب. واحد ماشي ويخوض في ماء طيب، ماء صافي. برضو هذا الماء الصافي الطيب يدل على الرزق، يعني مش ماء يعني كبير أو ماء يغرب أو حاجة زي كده، لا، يعني ماء ما يجيش مثلا 30 سنتي أو 20 سنتي يخوض فيها الإنسان. هذا الماء الصافي الرائق إذا خاض به الإنسان في النوم فهو يدل على الرزق ويدل على السعة. يعني كل هذه الأمور ترمز إلى الخير وترمز إلى السعادة. أيضا ما يرمز إلى السعادة ويرمز إلى الخير في الحلم الزراعة أو الزرع الأخضر أو النبت. إذا رأى الإنسان نفسه يسير في زراعة خضراء أو زرع أخضر، فهذه الرؤيا التي يراها أيضا تبشر بالخير، لأن الزرع الأخضر والمشي فيه يبشر أيضا بالخير ويبشر بالصلاح. تمام. من الرؤيا الصالحة أيضا أن يرى الإنسان نفسه أو غيره لابس ثوب يعني أبيض كامل. هذا الثوب الأبيض الكامل أو كان ألوان يدل أيضا على الصلاح ويدل على التقوى، كما رآه سيدنا عمر صلى الله عليه وسلم أنه يرى نفسه يلبس ثوبا ويجره جرا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله وكأني أرى نفسي ألبس ثوبا في معنى القصة والحديث الذي جاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه تمام الدين يا عمر، إنه تمام الدين يا عمر. فالثوب الأبيض الطويل أو الملون والكامل إلى القدم فيدل على الصلاح ويدل على التقوى. وهذه هي رموز، ومنها رموز كثيرة أيضا تدل على الفلاح والصلاح والمال والسعة. إذا مشي الإنسان ووجد أنه ينزل عليه مطر خفيف، المطر الخفيف إذا نزل على الإنسان برضه يدل على الخير ويدل على الرزق ويدل أيضا على السعادة. ونطلع فاصل ثم نعود لحضراتكم مرة أخرى. خليكم معنا لنلتقي أو نكمل معكم في هذه الحلقة ما نراه في الأحلام وما نراه في المنامات.